النهارده هنتكلم ازاي المريض بيشوف النتيجه من غير ما نبرد اسنانه. اول حاجه عندنا وهي التصوير والفيديو. بناخد صور وفيديوهات عاليه الدقه لوجه المريض وابتسامته من كذا زاويه مختلفه اثناء الكلام والابتسامه. رقم 2 المسح الرقمي اللي هو السكاننج، وده بيكون عباره عن قياسات ثلاثيه الابعاد للاسنان واللثه باستخدام الاسكانر، وده طبعا بيلغي الحاجه للطبعات التقليديه اللي بتضايق بعض المرضى. رقم 3 التصميم الرقمي اللي هو الديجيتال سمايل ديزاين، وهنا الدكتور بيصمم الابتسامه المثاليه وحجم وشكل ولون الاسنان اللي بيتناسب طبعا مع ملامح وجه المريض. رقم 4 المحاكاه وتجربه الابتسامه اللي هي الموك اب، وهنا بيتم عمل ابتسامه مؤقته بناء على التصميم اللي احنا عملناه، بتبقى فوق اسنان المريض الفعليه داخل الفم، وده بيتيح للمريض يشوف ويجرب شكل الاسنان قبل البدء في اي برد لاسنانه. رقم 5 الموافقه والبدء في الاجراء. بعد الموافقه النهائيه من المريض بيتم البدء في العلاج الدائم، فاحنا كده باجراء بسيط ومش مكلف وفرنا ايه للمريض؟ شلنا الخوف من النتيجه المجهوله، المريض شارك بنفسه في عمليه تصميم الابتسامه مع توجيهات الدكتور عشان نضمن توافق النتيجه مع توقعاته، قللنا نسبه الاخطاء. عشان كده لو ناوي تعدل ابتسامتك او تعمل فينيرز كلمنا دلوقتي واحجز معانا. عيادات دكتور علي، الابتسامة اللي تستحقها.